مجله اسمها بلوز 1، كانوا جماعه صينيين كانوا كاتبين بيتكلموا عن الايد في البحث بتاعهم يعني، فبيقولوا ان ازاي الايد، شوف حركه الايد لما تيجي تعزف آلة، لما تيجي لما تيجي تمسك كوبايه، شوف ازاي الصوابع، ازاي الميكانيزم بتاعها. فهم بيقولوا، وانت عارف الجماعه الصينيين مش البلد اللي هي فيها دين اصلا يعني، فهم بقى بيقولوا الجماعه الصينيين دول it looks like it is designed على، قالوا الكلمه دي ان هي يبدو انها مصممه. قالوا الكلمه دي الدنيا قامت وما قعدتش. البحث اتشال من موقعه. القراء قعدوا اتريقوا تريقه. جريدة بلوز بقت نكتة، اتس سيلي جوك، اتس مش عارفة ايه، كل ده. وبعدين اضطر، مش بس كده، اضطر الباحثين اللي هم اضطروا الباحثون يعني اللي هم الصينيين دول اضطروا يقولوا يعتذروا. انت تخيل ان هم اجبروهم ان هم يعتذروا، او مش هم اجبروهم بالعافية يعني، الضغط طبعا، الضغط ده. فاحنا طبعا في زمن فيه ضغط جامد جدا. بس هقولك برضو الجود بارت يعني، او الحاجه الحلوه ان كل حاجه حوالينا بتصرخ ان ربنا موجود، كل حاجه بتقول. فحتى لو الواحد ديفييتد او طلع بره اللاين شويه، مجرد انه يبص حواليه هيرجع تاني.